حطم أبنائك بالتفريق في المعاملة ما بينهم. رسالة حزينة من ولد عمره 17 سنة وهو الابن الوسطاني في اخواته، بيقول أنا عايز أعرف إيه الذنب اللي ارتكبته في حياتي، ليه أهلي بيحبوا اخواتي أكتر مني؟ أخويا الكبير أكبر مني ب4 سنين، بيعاملوه على إنه الكبير والمسؤول عن اخواته، وبيصوروه لينا دايما إنه قدوة ولازم نقلده، ودايما يحتفلوا بإنجازاته على إنها حاجات كبيرة ومهمة. وأخويا الصغير آخر العنقود المدلع اللي طلباته مجابة وهو بونبوناية العيلة. طب ثانية واحدة، انتوا مش ناسين حاجة في النص؟ أنا لا واخد هيبة أخويا الكبير ولا واخد الدلع بتاع أخويا الصغير. أنا كأني منسي، بحس كأني الفسوخة بتاعت عيلتنا. لو مثلا عايزين يشتروا حاجة لازم يبعتوني أنا اللي أجيبها. طب أخويا الكبير ينزل، لا مش فاضي عنده مذاكرة. طب الصغير لا خايفين عليه. طب اشمعنى أنا يعني؟ حتى مثلا في الخروجات أخويا الكبير يتأخر عادي، لكن أنا لا، بحس إنهم بيثقوا فيه أكتر مني. فلو اتخانقنا انا وهو قال حاجه وانا اقول حاجه يصدقوه هو على طول، واقول لهم ليه يعني؟ يقولوا لي هو يعني هيكذب؟ طب هو انا يعني اللي هكذب؟ اقرب واحد ليا في العيله خالي، وحاسس اني مهدور حقي وهو اللي بيجبر بخاطري، ويقول لي ما تزعلش هما مش قصدهم، اصل اخوك الكبير ده اول فرحتهم، والصغير ده جه بعد شقه واخر العنقود فبيتدلع وبيبقوا خايفين عليه. اخويا الكبير متفوق في الدراسه وناجح في الرياضه كمان ما شاء الله، وانا والله ببقى مبسوط له من قلبي، بس اللي بيضايقني ان اهلي بيفتخروا بيه دايما، وبحس ان محدش منهم مديني نفس الاهتمام، محدش بيفتخر بيا زي ما بيفتخروا بيه. انا ناجح وشاطر برضه، بس مش متفوق زي اخويا، ففين وفين لما بيتكلموا عني كويس. اخويا الصغير بقى شاطر في حاجة تانية، انه بيعرف مفاتيح ماما وبيعرف يجاملها وبيضحك على عقلها بكلمتين، لكن انا واضح وصريح واللي في قلبي على لساني، وبصراحة ساعات ببقى مدب بس غصب عني، وماما بتقعد تقولي انت بتجادل كتير وبتتعب قلبي. ليه في اهل بيفضلوا حد من ولادهم بالشكل ده على حد تاني ومش بياخدوا بالهم ان ده ظلم؟ ليه بعض الأسر بتفرق في المعاملة بين ولادها؟ لأسباب كتير، أشهرهم تفضيل أحد الجنسين. بعض الأهالي مثلا بيفضلوا الذكور على الإناث بحكم بعض العادات والتقاليد القديمة، بيبقى عندهم حاجات راسخة في دماغهم من نوعية إن الولد هو اللي هيشيل اسم العيلة والكلام ده. وبعض الأسر العكس، بيفضلوا البنات على إن هم الأحن والأطيب والأقرب لقلبهم، وبيقولوا عليها هي دي اللي هتاخد بالها مني لما تكبر، لكن الولد بكرة يتجوز ويبقى كل اهتمامه رايح لعيلة مراته. والسبب التاني تفضيل الشخصية الأقرب ليا. بعض الولاد والبنات بطبيعة الحال بتبقى شخصياتهم راكبة كده مع الأب أو الأم، ويكون الابن التاني مثلا شخصيته مختلفة، آراءه، ذوقه، طريقته مختلفة عني. فبعض الآباء والأمهات هنا بيقعوا في فخ إني أفضل الابن أو البنت الأقرب ليا ده، وأكون أكثر تحملا لأخطائه، وأكون أقرب ليه وحكي معاه أكتر ومتصاحبة عليه أكتر من الولد التاني، من غير ما الولد التاني يكون لي أي ذنب ولا بيعمل أي مشكلة. بالذات كمان لو الشخصية اللي أقرب ليا دي لسانه حلو وبيعرف يضحك على عقلي بكلمتين، بستسلم وبضحك وبفوت له كتير، ومش بكون بنفس اللذاذة واللطافة دي مع بقية الولاد من غير ما اخد بالي قوي. ايه هي التبعات السلبية للتفرقة بين معاملة الولاد على ولادنا المراهقين؟ 3 تبعات سيئين جدا. اول حاجة الغيرة الشديدة. موضوع الاخ المفضل ده بيعمل مشاكل كتير بين الاخوات وبعض، لان اخواته الاقل تفضيلا بيبقوا غيرانين منه جدا، والغيرة دي ممكن ما تروحش وتفضل تكبر جواهم كل ما يكبروا، وممكن تفضل معاهم حتى لما ينضجوا ويستقل كل واحد فيهم بحياته. في الحالة دي انا كأم ببقى بزرع بايدي الغل والحقد جوه ولادي تجاه بعضهم. تخيلي، ودي مشاعر طبعا في منتهى السوء، ان انا اللي ابقى بزرعها بايدي بدل ما انزعها لو حسيت انها موجودة جواهم تجاه بعض. تاني حاجة ممكن نسميها الإحساس بالظلم أو لعب دور الضحية. الإخوات المظلومين دول بيبقوا ضحايا، كأنهم بيكفروا عن ذنب هم ما ارتكبوهوش. لسان حالهم بيقول أنا ذنبي إيه إن ربنا خلقني بنت فأنتوا بتفضلوا أخويا عني، أو أنا ذنبي إيه إن أنا مش شاطر ومش متفوق زي أخويا فما عنديش حاجة في المدرسة يعني تفتخروا بيها قوي زي ما أنتوا فرحانين بيه وبتتكلموا عليه كويس على طول. هو إيه الجرم اللي أنا عملته إني شخصيتي مختلفة عنكم وآرائي مختلفة عنكم فعلى طول بنتخانق؟ ليه مش بتعاملوني كويس
كويس وتتقبلوني زي ما بتتقبلوا اخويا التاني؟ ليه لمجرد اختلاف الاراء ما بيننا بتظلموني وبتعاملوني وحش؟ فالاسلوب ده بيخليني اظلم ولادي التانيين واحطهم تحت ضغط نفسي كبير مستمر من غير اي ذنب منهم. وتالت حاجة، تربية الابن المفضل على الشعور بالاستحقاق. على فكرة النوع ده من التربية بيظلم حتى الابن المفضل. عارفة ليه؟ لأنه بياخد امتيازات بدون وجه حق. من ساعة ما وعي على الدنيا وانتوا بتفضلوه على اخواته من غير ما يبذل مجهود مثلا، فبيكبر وهو عنده احساس زائف بالاستحقاق. فممكن بعد كده يعاني في حياته لما ما يلاقيش ان الدنيا، الحياة، الناس العادية اللي بره البيت مش بيعاملوه بنفس الاستحقاق ده ومش بيدوه امتيازات عن بقية الناس من غير سبب. وممكن ازرع جواه تضخم الذات والتعالي والكبر بسبب ان احنا بنعامله احسن من اخواته. وطبعا اول ناس هيتعالى عليهم هم اخواته نفسهم، ودي حاجة سيئة جدا ان احنا كأهل اللي نبقى بنأسس العلاقة على الشكل ده بين الاخوات وبعضهم ونرجع نقول هم مش بيحبوا بعض ليه. طب اعمل ايه؟ ازاي اصلح غلطتي؟ وازاي ما حطمش ولادي بالتفرقة ما بينهم؟ هقول لحضرتك نصيحتين. اول نصيحة، راجعي نفسك بصدق. لو سمعتي حد من ولادك بيرمي كلمة كده في وسط خناقة ولا في وسط مشكلة او حتى في وسط كلام عادي، ان طبيعي، ما هو ده اللي على الحجر، ما هو ده اللي انتي بتعامليه احسن مننا، ما هو يا بختك يا سيدي ماما بتحبك اكتر مننا، اقفي مع نفسك وقفة وراجعي نفسك. فعلا قد تكوني بتعاملي حد من ولادك احسن من التانيين، واوعي يكون رد فعلك تلقائي هجومي على اللي قال الكلمه دي، انه لا وانا بحبكوا زي بعض ومحدش يقول كده وانتوا كلكوا عندي واحد يا حبايبي والكلام ده. لان لو كلامهم صح وانتي فعلا بتفرقي في المعامله ما بينهم وكل همك تدافعي عن نفسك، مش هتعرفي ترصدي المشكله الحقيقيه ولا هتعرفي تحليها. وكمان كلامك هيفقد مصداقيته عندهم، لانهم هيبقوا شايفين ان انتي حتى مش شايفه المشكله او بتدافعي عن نفسك فيها وخلاص بدل ما تحاولي تحليها. فقد يكون ربنا بعتلك الرساله دي على لسان حد من ولادك عشان يقولك انتي محتاجه تراجعي نفسك وتصححي المسار. وتاني حاجة، راعي الفروق النفسية للولاد. ولادك مش زي بعض، الشخصيات المختلفة دي بتحتاجني كأم يبقى عندي الذكاء والحكمة اني اعرف اعامل ازاي كل واحد بطريقته. ومش معنى اني اعاملهم بمساواة عشان ما يغيروش من بعض ولا اني ابقى بظلم حد فيهم اني اعاملهم كلهم بنفس الطريقة، لان شخصياتهم مختلفة. طبعا القيم واحدة والاخلاق واحدة والصح والغلط واحد، لكن الطريقة ممكن جدا اني احتاج اتعامل بطريقة مختلفة مع كل حد من ولادي. وده هيحصل لما حضرتك تفكري وتقري وتتفرجي على فيديوهات وتتواصلي مع متخصصين عشان تتعلمي قواعد التربية السليمة السوية وتطبقيها على ولادك حسب شخصية كل واحد فيهم من غير ما تظلميهم ولا تفرقي في المعاملة ما بينهم. وربنا يعلمنا كل حاجة حلوة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.